اللي شفناها وحضرناها. بعض الناس لا عزم له ضيف، ولا عزم له شيخ قبيلة، ولا كرامة عرس، وجمع ربعه وجماعته. بعض الناس يجي يبارك يقضي الباب، ما يحط يده حتى في الأكل. وذا الرجال طال عمرك لا قلط ضيفه ولا شيخ القبيلة اللي هو عازم، قال سموا حياكم الله، وترى بني بكرامتكم 7 قعدان ولا 8 قعدان ولا 10 قعدان ولا 25 خروف، ثم جمع على هذا العالم. سموا حياكم الله، والله يا ذا ما هو بحقكم. وقاموا لك طال عمرك يصفون في ذا العيشة، في ذا اللحم، وفي ذا الدسم، اللي معه ضغط واللي معه سكر واللي معه كسترول. لا ويا ليتها على ذي يا جماعة. ولا جاك بتربته يمناك تمقرع سمن ولا سطلة السمن الربع ذلا ثم يطول الأمر. قاموا خلطوها خليطي بليطي، ها لحم قعداء لحم خرفان وسمن وكل قام بيمناه. وش اللي حالكم يا شباب؟ ارفقوا بحالكم ويا شباب. ترى اليوم الوضع مع دمه الأول لا جليل. ثم راح لبيته قول ام عياله يا مراه شوفي عياله هناك كتبة كتمت على صدري، وين ما تجيك الكتمة لحم قعود ولحم خروف وجركل سمن وهلم مجرة. أكيد شرايينك عدمانة انتهت خلاص سكرت. ودوك المستشفى. الدكتور ايه ده؟ ابوكم ده عامل ايه؟ ابوكم ده عايد فتح صدر، القلب عنده قلبه تعبان، عايز تغيير الشرايين بتاعته عدمانة. احكي له دكتور عدمانة من لحم القعود السحنامة، ومن لحم الخرفان، ومن السمن اللي كب على الذرعان. احكي له دكتور. يا جماعة اتقوا الله. وانت يا اللي مسرف، يا اللي تحط لك على 8 قعدان و10 قعدان ضيف جايك عشان تباهون، يقولون فلان حط قعدان وحط خرفان. تدري ان القعدان ذي والخرفان اللي انت حطيتها هذه لو كل يوم شايلها وموديها الملعب الملك فهد في مباراة بين الهلال والنصر للجمهور اللي جو من عصر منطقين قبل المباراة، وقلت سموا اكلوا، والله ان ياكلونها ويقومون وهي محلها بعد تقول هل في ناس اللي بياكلون غيرهم؟ ترى الاسراف ذا ما يجوز. والله اني اخاف عليك من عقوبة رب العالمين. من يوم يجي وتقول يا ويله يا الحيمة، يا ويله يا المريقة، يا ويله يا العظيم مصه. اتق الله في نفسك، خاف رب العالمين. ما يجوز يا مسلم الاسراف هذا. الكرامة لها اصول، ما هي بالطريقة ذي. ما يجوز والله ما يجوز.